قصص وأخبار بيتداولها كتير من المسلمين، لا هي في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، واسمها إسرائيليات. واتسمت بالإسرائيليات لأنها منقولة عن بني إسرائيل أو اليهود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا عارفين إن القرآن الكريم فيه من قصص الأنبياء والأمم السبع، لكنها بإيجاز واختصار بهدف العبرة والعظة. فكان الصحابة رضي الله عنهم بيلجأوا لمن أسلم من اليهود عشان يعرفوا أكتر عن القصص دي، زي مثلا عبد الله بن سلام اللي كان يهودي وأسلم، فكان بيحكي للصحابة من القصص اللي عرفها من كتبه القديمة. أما موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإسرائيليات فقال: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. فبقت تتقسم الإسرائيليات ل3 أنواع. أول نوع هو ما يخالف الدين الإسلامي، زي مثلا إن سيدنا سليمان قتلته الجن وعرفت سر ملكه، وده طبعا بيخالف قصة سيدنا سليمان في القرآن الكريم. والنوع الثاني هي الروايات اللي بتتوافق مع الشريعة الإسلامية،